اهلا بيكم فيديو جديد. ايه الاخبار؟ انا بشتغل كصيدلي في المانيا بقالي حوالي 5 سنين. اول ما جيت المانيا ما كانش عندي فكره قوي عن الشغل والتخصصات، ايه اللي الواحد ممكن يعمله في الكارير بتاعه. كنت مركز بس ان انا اخلص الامتحانات بتاعه المعادله بسرعه عشان اشتغل وحياتي تبقى مستقره، وده طبعا حاجه مهمه. بس كنت اتمنى لو حد ممكن يشارك معايا افق اوسع شويه في مجالات الشغل المتاحه، وازاي الواحد يشتغل على نفسه عشان يوصل لها. عشان كده في الفيديو ده حابب نتكلم مع بعض عن تخصصات الصيادله في المانيا عامله ازاي، والاهم من كده ايه فرصك كصيدلي او صيدلانيه اجنبيه في المانيا ان انت تحصل عليها. لو اول مره تشوفني اهلا، انا اسمي محمد ابو زيد، والفيديو هيبقى متقسم فصول كالعاده عشان تقدر تتنقل فيه براحتك. انا هحاول نتكلم على كل التخصصات اللي ممكن الصيادله يشتغلوا فيها، ايه المهام اللي الواحد بيعملها في كل مجال من المجالات ديت، وايه نسبه الصعوبه ان الواحد يلاقي شغل في تخصص من التخصصات ديت. اول حاجه نتكلم عن الشغل في الصيدليات العامه. الشغل في الصيدليات العامه ده اكتر شغل متاح، 80% تقريبا من الصيادله بيشتغلوا في الصيدليات العامه. معظم المهام اللي انت بتعملها احنا عارفينها، انت بتصرف ادويه، بتشرف على كل حاجه بتحصل في الصيدليه من تحضير ادويه مثلا في المعمل، بتشرف على المساعدين، بتراجع المخزون بتاع المخدرات، بتتعامل مع شركات التامين الصحي، التامين الحكومي او التامين الخاص. كل المعاملات الروتينيه اللي بتحصل دي انت بتبقى مسؤول عنها. تقدر تقول المسؤوليات القانونيه والتنظيميه كلها اللي بتحصل في الصيدليه تحت اشرافك. بيبقى في المساعدين او اللي اسمهم PTA او الفارماسيوتيكال تكنيشن اسيستنت، اللي هو المساعد الطبي. ده حد بيبقى عامل تدريب مهني وبيعمل كل المهام تقريبا اللي الصيدلي ممكن يعملها بس تحت اشراف الصيدلي. يعني في الاخر هو بيشتغل، انت المرجع ليه لو عنده سؤال او لو في حاجه فيها مسؤوليه انت اللي بتمضي عليها. مميزات الشغل في الصيدليات العامه ان في عجز حاد في الوظائف. ده معناه ان انت ممكن تلاقي شغل بسهوله في اي مكان، يعني اي ولايه في المانيا تقريبا تقدر انت تلاقي فيها شغل، على حسب بقى موضوع مثلا المرتبات او المميزات بتاعه مكان العمل. ده بيختلف على حسب المكان اللي انت بتدور فيه على شغل، بس اللي تقدر تقوله ان انت يعني في وظائف كتير. الصعوبه بتاعه الوظيفه دي نقدر نديلها مثلا نجمه من 5 نجوم، عشان ده تقريبا اسهل مجال ممكن تلاقي فيه شغل. نيجي لتاني مجال، هو الشغل في المستشفيات. شغل الصيدلي في المستشفيات تقدر تقسمه يعني لنوعين: الصيدله السريريه او كلينيشال فارماسي او كلينيكال فارماسي. يعني اي صيدلي يتخرج او لسه في الكليه هيبقى غالبا عارف ايه هي الصيدله السريريه. انت بتشتغل بشكل مباشر مع الاطباء والتمريض، بتحاول ان انت تضمن الاستخدام الفعال للدواء للعيانين اللي موجودين في المستشفى. ده طبعا تخصص كبير ويعني كلنا عارفينه. الصيدله السريريه في المانيا من التخصصات اللي انت ممكن تعمل فيها ماجستير بعد ما تخلص الابروباسيون. مش لازم تكون عامل ماجستير عشان تلاقي شغل في الصيدله السريريه، بس المنافسه على الوظائف اللي بتنزل اصعب بكتير من ان انت تكون صيدلي في صيدليه عاديه او في صيدليه مستشفى مش في الصيدله السريريه. التخصص الثاني ان انت تشتغل صيدلي في مستشفى، بس مش بالضروره كلينيكال فارماسيست، ممكن تكون صيدليه مستشفى عادي. ساعتها بتكون المهام بتاعتك قريبه شويه ان انت تشتغل في صيدليه عاديه، بس الفرق ان القوانين والتعامل مع الادويه مختلف. انت بتتعامل اكتر مع اطباء او اداريين في المستشفيات، بتحاول ان انت تلبي احتياجات كل الاقسام في المستشفيات. بتحضر ادويه، يا اما انت بتحضر بنفسك او بيبقى في برضو المساعدين بيحضروا، وانت بتبقى مضطر ان انت تمضي او تبقى مسؤول عن البروتوكولات بتاعه التحضيرات دي وكل الشؤون التنظيميه بتاعتها. الصعوبه بتاعه التخصص ده او ان انت تلاقي شغل في التخصص ده نقدر نصنفها مثلا 3 نجوم من 5، علشان عدد الوظائف اقل وانت تتنافس فيها مع الصيادله الالمان. الصيادله الالمان اللي هم متخرجين او دارسين صيدله في المانيا. القاعده بشكل عام ان دايما اي عدد وظائف اقل وانت بتقدم في تنافسيه عاليه مع الناس اللي دارسه الصيدله في المانيا، ففرص حصولك على الوظيفه من غير مؤهلات زياده غير ترخيص مزاوله المهنه العادي، او يعني ترخيص مزاوله المهنه اللي هو الابروباسيون، ان انت تكون بس معاك شهاده ممارسه مهنه، دايما بيكون اصعب من غير ما تتقدم مؤهل زياده يميزك عن غيرك. مش بقول مستحيل، بس بنقول يعني اصعب ان انت تحصل على الوظيفه دي. طيب ايه المميزات الزياده عن الشغل مثلا في الصيدليات العامه؟ والله شغل في المستشفيات المرتبات بتاعته اعلى شويه، مش اعلى يعني فرق مثلا 1000 يورو مثلا بين المرتب الشهري للدوام الكامل في الوظيفتين، ولكن يعني اعلى زياده بسيطه. يعني تقول مثلا 500 يورو مثلا ما بين الوظيفه دي والوظيفه دي لحد لسه بادئ شغل ما بقالوش كتير مثلا حاصل على مزاوله المهنه بتاعته. في مميزات تانية زي الاستقرار، او ان انت تكبر في وظيفتك، ان انت تترقى مثلا تبقى مدير في الصيدليه بتاعت المستشفى، في يعني هرم وظيفي اعلى شويه من ان انت تشتغل في الصيدليات العامه. وعدد ساعات الشغل ممكن تبقى ثابته واقصر من ان انت تشتغل في الصيدليات العامه. ثالث تخصص ممكن نتكلم فيه للصيدله هو الشغل في صناعه الادويه او الفارما اندستري. المانيا من اكبر الدول في اوروبا اللي فيها شركات ادويه كبيره، اللي هي الفارما جاينتس اللي بنقول عليها، يعني اللي هي لسه مثلا بتخترع ادويه. والشغل في الصناعه من اكتر المجالات اللي
الناس بتلاقي يعني نفسها فيها، علشان اكبر مكان له فرصه ان انت تترقى وتكبر ومرتبك يزيد وما الى ذلك. وعشان الاسباب دي بالذات ده برضو اكتر مجال فيه منافسه عاليه، طول ما انت برضو ما عندكش مثلا مؤهل زياده اكتر من ترخيص من وزاره المهنه. خلينا نتكلم عن التخصصات الموجوده في الفارما اندستري. انت ممكن تشتغل في البحث والتطوير، مراقبه الجوده R&D او الكواليتي كنترول، او الريجولاتوري افيرز او الماركتنج او البرودكت مانجمنت. دي كلها تخصصات الصيادله بيشتغلوا فيها. التخصصات اللي فيها بحث علمي كتير زي مثلا الR&D او البحث والتطوير، معظم الصيادله اللي بيشتغلوا فيها بيكونوا معاهم دكتوراه او بيعملوا دكتوراه في شركه الادويه. يعني شركه الادويه بتعرض كتير برامج دكتوراه، فانت ممكن تروح تعمل دكتوراه او يعني جزء من الدكتوراه بتاعتك في شركه ادويه معينه، وبعد كده غالبا بتبقى انت عملت كونكشنز ان انت تكمل شغل عندهم، او ان انت تروح تشتغل بعد الدكتوراه في تخصص معين، تخصص بقى مثلا اورام، جاستروانتستينال او سيوتكس او غيره. فرصه ان انت تشتغل في الفارما اندستري الكبيره من غير دكتوراه يعني اصعب. في طرق ثانيه ممكن انت تشتغل فيها في الفارما اندستري، وهي التريني بروجرامز. التريني بروجرامز دي تخصصات تدريب، ان انت بتبدا شغل مثلا في شركه اكس وبتبدا عندهم لمده 18 شهر. في ال 18 شهر دول انت بتقعد تلف على تخصصات كتير، يعني انت بتقعد تشتغل في اقسام مختلفه، كل قسم مثلا 3 4 شهور. وبعد ما تشتغل في كل قسم يعني انت بتقعد مثلا تتدرب 3 4 شهور في قسم معين، وبعد ما تخلص ال 18 شهر بتاخد تقييم ان انت لو انت كنت كويس بشكل عام، والقسم اللي انت يعني خدت منه احسن تقييم، فبتروح تكمل شغل فيه بعقد يعني دوام كامل. والتريني بروجرام ده انت مش بتكون متدرب ما بتقبضش، لا انت بتقبض مرتب كويس، يعني مرتب صيدلي عادي، مش مرتب يعني عالي قوي اللي انت المفروض هتقبضه بعد ما تخلص التريني بروجرام، بس يعني مش ملاليم، لا يعني مرتب كويس. دي طبعا فيها مميزات كتير، ان انت هتتعرف على يعني الاقسام كتير اللي انت ممكن تشتغل فيها قبل ما تكمل شغل يعني دوام كامل، فتكون خدت فكره اكتر عن الشغل بالظبط عامل ازاي، خصوصا لو انت ما عندكش خبره قبل كده. بس للاسف برضو التريني بروجرامز دي خصوصا في الشركات الكبيره بيبقى برضو فيها منافسه عاليه برضو مع الالمان. ممكن ندي صعوبه يعني 5 من 5 في مجال صناعه الادويه، علشان ده تقريبا اصعب مجال ممكن الصيادله يبداوا فيه لو هم زي ما بقول لك ما عندهمش مؤهلات زياده يحطوها على الترابيزه لما نجي اقدم على شغل زياده، خصوصا لو انت مثلا اجنبي، ممكن اللغه بتاعتك مثلا مش 100% كويسه وبتنافس مع حد الماني دارس في المانيا، فده ممكن يبقى اقرب كتير للحد اللي بيقيم الناس اللي عايزه تشتغل، فهو ياخد الوظيفه اكتر منك. يعني مش عنصريه ولا حاجه، بس هو مجرد تفضيل للبروفايلات بتاعت الناس اللي بتقدم، وانا قدامي ناس كتير بختار منهم فبختار الاحسن. نيجي المجال الرابع هو المجالات متخصصه. المجالات متخصصه ده حاجه اسمها التعليم التكميلي او الفايتا بيلدونج بالالماني. التعليم التكميلي ده شغلته ان هو انت بعد ما تخلص دراسه صيدله معاك ترخيص من وزاره مهنه، معناه ان انت خلصت معادله في المانيا، تقدر ان انت تتخصص في مجال معين وتقعد لمده مثلا سنه او سنه ونص بتدرس فيه برنامج كده يعني شبه الدبلومه، بس هو مش دبلومه، بيقدم من النقابات مش من الجامعه بس من النقابه الفرعيه او النقابه العامه. بعد ما بتخلص بتكون اسمك صيدلي متخصص في حاجه معينه، صيدلي متخصص لطب كبار السن مثلا، او في الاورام، او في الصيدله السريريه برضو ممكن كلينيشال فارماسي. وده من احسن الحاجات اللي انت ممكن تعملها بعد المعادله، علشان ده بيزود مؤهلاتك، بتتعلم كويس، وفي نفس الوقت انت ممكن تعمله جنب الشغل الدوام الكامل. هو اصلا مبني النظام بتاع الدراسه بتاعه ان انت تكون بتشتغل. العيب البسيط فيه ان انت علشان تتقبل في برنامج معين، على سبيل المثال في تخصص الصيدله السريريه، محتاج ان انت تكون بتشتغل في مكان هو معتمد ان هو بيدي التعليم التكميلي ده، علشان انت هتبقى مضطر ان انت بتروح تحضر محاضرات وبتعمل تاسكات او بتشتغل على مشروع. المشروع ده بيعتمد على حالات حقيقيه، والحالات دي لازم انت تكون بتقابلها في يوم العمل بتاعك. فده معناه ان انت لو بتعمل على سبيل المثال تعليم تكميلي في الصيدله السريريه، فانت هيبقى مضطر ان انت تقعد تفحص النظام بتاع العلاج بتاع العيانين من الشغل بتاعك، او يعني تقدم عدد معين من الحالات او الكيسز. فاللي انت بتعمله ان انت على سبيل المثال لو انت في ولايه هامبورغ او نورد راين فيستفالن اي ولايه، فبتخش على صفحه النقابه بتشوف ايه الاماكن المعتمده من النقابه ان انت تقدر تعمل فيهم التعليم التكميلي ده، وتحاول ان انت تلاقي شغل هناك على حسب بقى التعليم التكميلي اللي انت عايز تعمله، سواء مثلا في صيدله الاورام او في طب كبار السن. كل تخصص بيبقى فيه يا اما اماكن كتير او اقل، ساعتها انت بتبقى مضطر ان انت تلاقي شغل في مكان من الاماكن دي، علشان بعد ما تشتغل عندهم تقدم على التعليم التكميلي، ولما تخلص ان شاء الله بيبقى اسمك صيدلي متخصص في التخصص الفلاني. التعليم التكميلي ده بفلوس مش ببلاش، بس انت تقدر ترجع الفلوس دي من ضرائب اخر السنه، او في اماكن كمان بيدفعوا لك التعليم التكميلي ده ببلاش، يعني انت ما بتدفعش اي حاجه، بتبقى مضطر ان انت بس تحضره. وفي المكان اللي انت بتشتغل فيه ده غالبا بتمضي عقد ان انت هتقعد فتره معينه عندهم بعد ما تخلص التعليم التكميلي ده، عشان هم يستفادوا منك شويه، مش مثلا تخلصوا على حسابهم وتمشي وتروح تشتغل في مكان تاني. هحط اللينك في صندوق الوصف بيشرح فيه كل التخصصات اللي انا بقولها ديت، فانت مش محتاج ان انت يعني تحفظ حاجه. اتمنى الفيديو ده يكون اداك فكره شويه عن تخصصات الصيادله بعد المعادله عامله ازاي. لو انت بتفكر ان انت تسافر وتشتغل في المانيا، فيعني ده هيديك فكره ان انت تبني لقدام شويه بعد حتى ما
تخلص ان شاء الله، يعني تيجي وتخلص الامتحانات بتاعت المعادله وتحاول انت تبني الكارير بتاعك. لو انت عندك خبره او عندك اهتمام بتخصص من التخصصات دي، فهتبقى اول خطوات ان انت تخلص طبعا المعادله عشان يبقى معاك تصريح وزاره مهنه دائم، وبعد كده تشوف ازاي ان انت تبني نفسك في الحاجه اللي انت بتحبها او اللي انت عايز تشتغل فيها. لو انت عندك تجربه في تخصص مختلف او عندك اي تعليق من الحاجات اللي انا قلتها، ممكن تقول لي في الكومنتات، بسيط جدا. لو انت تعرف صيدلي او حد بيفكر ان هو يسافر المانيا، الفيديو ده ممكن يفيده، ممكن تشاركه معاه. ولو عجبك المحتوى بتاع القناه ممكن تشترك عشان تشوف الفيديوهات الجايه. بس اشوفكم فيديو جديد.